السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وصحة وسعادة. النهاردة طبعا جايبالكوا موضوع مهم جدا، بس بفكركوا الأول كلنا يا ريت ندوس لايك وسبسكرايب، اشتراك في القناة لو سمحتوا. كلنا نشترك في القناة، عايزة الناس تشجعني لو سمحتوا عشان يوصلكوا كل جديد. يبقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو سمحتوا. النهاردة جايبالكوا موضوع مهم جدا، وهو موضوع الكساح في البط. طبعا المرض ده بيقابل اي حد بيربي بط، خصوصا اول فترة اللي هي خلال اول شهر. طيب ايه هي يا ترى اسبابه؟ في اسباب عديدة لكساح البط، منها مثلا انك تحطه على الايه المسلح، او على سيراميك، او على بلاط. لا، ما ينفعش، لازم احط نشارة تحت البط. سيان بقى بط او فراخ، يعني انت بتربي بط او بتربي فراخ، طبعا لازم تكون الارض يعني متغطية اي حاجة، سيان، نشارة او قش او اي حاجة، اي بطانة. طيب يبقى انا عندي لا قدر الله البط لو جاله كساح اعمل ايه؟ قلنا نتيجة للفرشة اللي تحته، او انك مثلا منعتي عنه العلف فجأة. طبعا احنا عارفين العلف ما يتمنعش خالص، لان العلف ضروري جدا للبط، بيمد بالبروتين. ممكن احط بدايل لكن ما منعوش خالص. يبقى اول شهر ابقى واخده بالي جدا انا بستعمل العلف بس اول شهر. بعد كده بعد ما يتم شهر ببدأ ان انا اغير، او مش بغير، ببدأ ادي بدايل. اهم حاجة ان انا الفرشة بتاعت البط تكون كويسة، محطوش على مسلح، محطوش على بلاط ولا سيراميك، علشان لا قدر الله ما يجيلوش اي كساح. بنحطه على ارض، لو انت هتحطي على ارض يبقى في الحالة دي بتفرشي تحته نشارة، قش، او بترشي انا برش برضه بودرة البلاط حلوة، بتشد اي رطوبة وبتعتبر كالسيوم ليهم. طيب ازاي اتغلب على كساح البط، مرض كساح البط؟ زي ما قلنا الحاجات اللي انا قلتها من شوية اساسية، ممنعش عنه العلف ضروري جدا ليه. يعني مش هقول لا ان انا هوفر بقى واروح منع العلف، لا، انا ممكن اقلل كمية العلف، لكن يا ريت يا ريت محدش يمنعه خالص، لانه لا قدر الله ممكن يؤدي الى موت مفاجئ للبط، الى جانب كمان الكساح. تمام. طيب يبقى انا اهم حاجة ان انا ههتم بالبط، وهديله العلف بتاعه، وهديله ممكن زي ما قلنا الردة، العيش، الحاجات دي كلها الاضافات. طيب كمان بعرضه للشمس، بديله كالسيوم. المهم جدا التهوية والمكان الجيد علشان تربي فيه اي بط يا حبايبي. طبعا مش مثلا اربي في اي مكان وخلاص، لا، لو انت مثلا عندك البلكونه بتاعتك وعايزه تربي فيها، لا، لازم اعمل لها فرشه، احط لها تبن، احط قش، احط نشاره. لازم ان انا اعمل عازل بين البلاط او السيراميك وما بين البط. وفي الحاله دي طبعا بغيرها، طبعا بشيلها واحط غيرها اول ما بتتبل. كمان الكساح برضو من اسبابه ان يبقى فيه ميه تحت الطائر او تحت البط، يبقى في ميه متغرقه تحته، طبعا دي هتبرده، هتسبب له اسهال وتعمل له كساح ويؤدي الى الوفاه. كل الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها، لان البط حساس جدا. البط حساس جدا، اي طير عندك بيبقى ضعيف وحساس، ممكن لا قدر الله يتعرض لاي مرض فجائي. يبقى انا في الحاله دي لازم اخلي بالي كويس قوي وانا بربي البط، سيان بط او فراخ. لازم الشمس تدخل المكان، التهوية الجيدة، التنظيف، لازم انضف المكان اول باول، احافظ على الطير بتاعي علشان ما يحصلوش اي مرض لا قدر الله.
اخد بالي برضو من الحمام بتاعه. يعني مثلا البط لو الحمام بتاعه لونه متغير، يبقى في الحالة دي ممكن يكون لا قدر الله بداية اسهال، يبقى انا بعالج الاسهال ده عشان ما يسببلوش بعد كده كساح. كل الحاجات دي ناخد بالنا منها كويس جدا في تربية البط. طيب، يبقى احنا قلنا ان الكساح من اكتر الامراض اللي بيتعرض لها البط، وقد تؤدي يعني بتؤدي الى الوفاة. ممكن تخلي البط يموت. بحافظ على الكالسيوم بتاعه. طبعا ممكن ارش شوية بودرة بلاط. في ناس طبعا بتقول ان بودرة البلاط مليانة كالسيوم. ممكن شوية صغيرين بس ما بكترش فيها على الاكل، او لو رشتها تحتهم صحية جدا. ممكن كمان. طيب، علاج الكساح ايه؟ هو الكساح ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا يا اما اهملت في فيتامينات او كالسيوم او اي معادن بديها لهم، او نتيجة الحاجات اللي قلت عليها ان هو يبقى في مية ويبرد او يتعرض للارض مباشرة. يبقى في الحالة دي انا همنع كل الحاجات دي عشان ما تسببلوش المرض ده، وهمده بكالسيوم واملاح معدنية احطها له في الاكل بتاعه. يبقى كل الحاجات دي لو احنا اهتمينا بيها هنحصل بسم الله ما شاء الله على دورة بط. في ناس بتسأل وبتقول يا ترى لو انا عايزة اعمل مشروع للبط صغير في بيتي، ممكن تعملي مشروع حتى لو هتبدأي ب5 بطات، مفيش مشكلة خالص، وتكبريه او حتى تعمليه لبيتك بدل ما تشتري. طبعا احنا عارفين ان الاسعار عالية جدا. عشان تجيبي ده كربط النهارده بسم الله ما شاء الله هيعدي معاكي 300 400 جنيه. طب ليه؟ ما انا ممكن اجيبه واربيه واذبحه على رمضان. وطبعا الحاجه اللي في البيت طعمها مختلف جدا جدا عن الحاجه اللي بتشتريها من بره، لان حاجه البيت نفسها حلو. كمان ممكن تديله بعد بواقي الاكل. لو انت عندك بواقي، اضيف بواقي الاكل. عندك شويه رز شويه مكرونه كده تفضلوا من الاكل، روحي ضايفه عليهم العلف والرده والدشيشة. ممكن تحطي علف ورده بس عليهم وتروحي حطاهم للبط. هيبقى بسم الله ما شاء الله كده ايه، هيكبر برضو. يعني بواقي اكل البيت حلوة جدا. في ناس بتستعمل السمك الصغير تسلقه سلقة كويسة وتضيف عليه العلف والردة براحتكم. بس انا بصراحة بستعمل العلف والردة والعيش والدشيشة الخشنة، لان دول مع الخضرة طبعا. ممكن شوية خضرة زي ما انتم شايفين، شوية خاص عندك، شوية برسيم، سلق، ورق كرنب. بس ما بكترش في الخضرة، ما بكترش عشان ممكن لا قدر الله تعمل ديدان. لو انا هحط مثلا خضرة يبقى في الحالة دي بحط شيح معها. في النهاية بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم.